وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. كلاسيكو الأعصاب والندية والحماس، مباراة تقسم العالم إلى قسمين. صراع تاريخي سيبدأ بين ريال مدريد وبرشلونة، فلا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام من ملعب سانتياغو برنابيو، ونتمنى لكم مباراة ممتعة. من كابينة التعليق معكم فارس عوض أعزائي المشاهدين، واليوم نحن على موعد مع مباراة تأتي ضمن منافسات الليغا الإسبانية، حيث سيكون الميرينج ريال مدريد يواجه فريق برشلونة. الإدارة حاضرة هنا كالعادة، الأجواء مثالية لكرة القدم، كل شيء معد لمشاهدة مباراة كبيرة. مباراة اليوم في مدريد على ملعب النادي الملكي، ملعب سانتياغو برنابيو، ملعب يتسع لأكثر من 85,000 متفرج يكونون حاضرين بقوة لمشاهدة ناديهم المفضل ريال مدريد وهو يلعب. الله على أجواء كبيرة دائما، واحد من أفضل ملاعب أوروبا وأكثرها شهرة. هذه هي تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم. في المرمى يتواجد كورتوا، إيدير ميليتو سيل، جانب يالابا في خط الدفاع، توني كروس مع كاسيميرو في خط الوسط، وفي الأمام يتواجد كريم بنزيما. أوباميانغ، تدخل وكرة تبعد. بيدري الآن عند ديونغ يفقدها لمصلحة المنافس. سيرجيو بوسكيتس، أوباميانغ وكرة خطيرة في مناطق الخصم. تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر، والتسديدة والكرة تصل إلى الحارس. ترتفع أصوات جماهير الميرينكي، لا تريد تأخذ فريقها بسبب هبوط. هدف في الافتتاح يأتي مبكرا، لا يتأخر، الطريق مفتوح لمزيد من الأهداف. شوف الأجواء، انظر إلى المباراة، نقطة تحول الآن في هذا اللقاء. نشوف الهدف مرة أخرى، هجمة مرتدة سريعة ومنظمة، ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. ما كان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. سعادة واضحة على وجه المدرب كارلو أنشيلوتي بعد هذا الهدف وبعد التقدم في النتيجة. ريال مدريد يتقدم في المباراة. رونالد أروخو، بوسكيتس، كرة قد تكون خطيرة مع أوباميانغ في هذه اللحظات. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. أوباميانغ، تمريرات حلوة وكرات ملعوبة من برشلونة، تعود إلى ديباي. ألبا باتجاه المنتصف، خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. كريم بنزيما، عرضي على القائم الخلفي، كرة تبعد من فوق العارضة بعد تصدي ممتاز من تير شتيجن.
الركنية تنفذ بشكل قصير، يتوغل في العمق، تصدي رائع من تير شتيكن. اختار بأن يمررها إلى زميله. تدخل واستخلاص الكرة خطيرة. ديونغ، رؤية ممتازة للملعب. ماذا سيفعل الآن؟ تصويبة باتجاه المرمى. يا الله، البرسا يسجل العودة في هذه اللحظات. التعادل يأتي، إنها مسألة كلاسيكو. هدف في مرمى ريال مدريد، قمة يعود من خلالها البرسا في هذا الكلاسيكو. أوهو على هذه المباراة. هدف التعادل إذن، النتيجة الآن 1-1. أوهو، تدخل يستحق بطاقة حمراء في رأيي. كرت أحمر ممكن يغير مجريات المباراة. الآن راح تكون مهمة الحفاظ على التعادل صعبة جدا بعد هذا الطرد. قراها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. ديباي، كرة بتنقطع الآن من كارفاخال. استغلال للأطراف من برشلونة، فرصة للتقدم في المباراة. محاولة لكن الحارس يتصدى لها بكل سهولة. كانوا قريبين جدا من التقدم، لكن حارس المرمى كان أقرب، ظهر في صورة البطل. لكن ماذا بنزيما؟ يا الله على التصدي. تير شتيجن يتألق تألق غير عادي في كرة من مسافة قريبة جدا. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. مستحيل هذا التصدي. الله على كرة رأسية مثالية باتجاه المرمى، لكن الحارس خلصها. تدخل اللاعب يفقد الكرة. اعتراف للتسديدة في هذا المكان. دانيال ألفيس، ملعوبة إلى بيكي، ضغط عالي جدا في الأمام. استخلاص رأى الكرة وإيقاف الهجمة. فيران، برشلونة يستغل الأطراف الآن. نتيجة التعادل، والفريق يبني الهجمة بتنظيم وهدوء وبدون تسرع. ممفيس ديباي، عرضية بيوقف ألابا. دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. داني ألفيس موجود في التدخل. الشوط الأول ينتهي بهدف مقابل هدف. الشوط الثاني يبدأ بأقدام لاعبي ريال مدريد. كرة بتتخلص، لا تمر هذه اللقطة. مساحة كبيرة أمام جوردي ألبا على الجناح. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت. ديباي يلعبها للخلف بعد عرضية ممتازة. أوهو، ممتاز كورتوا في التصدي. الكل ظن بأن الكرة في المرمى من هذا المكان. عرضية في 18، لم تأتي بأي جديد في الملعب. كرة مرتدة فيها خطورة. يلعب للكرة بينية. بيكي، دانيال ألفيس. شوط أول جيد في رأيي، قدم عرض مميز، كان ناجح. كرة بين يدي حارس المرمى. فرانكي ديونغ، فيران،
ديباي. الآن مع كوردي ألبا. هجمة تطبخ على نار هادية، تمريرات كثيرة بحثا عن الوقت المناسب، بحثا عن الكرة البينية لضرب الدفاع وتسجيل هدف. الكرة بتروح من ريال مدريد، يتحرك ثميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. فدائية كبيرة في هذه اللقطة، شوف اعتراض الكرة. توني كروس، كريم يتقدم بشكل ممتاز. يا الله، كانت قريبة الكرة، مرت على العارضة، حلوة التسديدة، كانت لا تصد ولا ترد، لكن لم يحالف التوفيق، أبعدها عن المرمى بكل تأكيد. واضح المدرب راح يدفع بلاعب بديل من على دكة البدلاء. رونالد أروخو، دانيال ألفيس، بوسكيتس، بينية خطيرة، فرانكي ديونغ، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. فينيسيوس، هجمة مع ريال مدريد، بتروح إلى مندي، كرة عرضية في المنطقة. يا الله على التصدي، تير شتيجن يتألق تألق غير عادي في كرة من مسافة قريبة جدا. فرصة تأتي بعد طول انتظار، الجماهير تتفاعل بأنها العارضة تتصدى. التقدم كان قريب. الله على التصدي، تير شتيجن ينقذ الموقف في هذه الكرة وينقض على الكرة. ضربة ركنية جديدة وضغط متواصل، بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد، الدفاع لازم يتراجع لمنطقته للتصدي لهذه الكرة المرتدة. كرة بيخلصها المنافس، كرة بينية فيها خطورة الآن. حارس المرمى طار، حلق، تصدى لهذه الكرة. ركنية بتلعب. حارس المرمى يبعد الضربة الركنية بشكل سليم. بوسكيتس، دانيال ألفيس، ضغط قوي من برشلونة في الدقائق الأخيرة من أجل كسب المباراة. الحارس خرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. الله على جماهير الميرينكي، استمع إلى الصوت الآن، البحث عن الفوز، التعادل مرفوض هنا. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة، فريق الخصم بيخلص الكرة، كرة بتتخلص بشكل سليم من سيرجيو بوسكيتس. رونالد أروخو، تصل إلى بيدري، عثمان ديمبلي، فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. فالفيردي، يبحثون عن هدف التقدم القاتل في اللحظات الأخيرة. الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. سيرجيو بوسكيتس، حكم يطلق صافرة وعلى نهاية 90 دقيقة بالتعادل بين الفريقين.
إذا مع ركلة الترجيح الأولى. مرمى هدف الآن يحضر نفسه لتنفيذ ركلة الجزاء. مستحيل التعامل بهذا الأسلوب بهذه الطريقة، تظهر عدم تقدير اللاعب لحساسية ركلات الترجيح. الله على التنفيذ، الكرة في المرمى وتنفيذ مميز لركلة الترجيح. حولها إلى الشباك، يستعد لتنفيذ ركلة الجزاء في هذه اللحظات. الكرة في المرمى، اختيار موفق من اللاعب، يضع الكرة في الشباك. الله على التصدي من كورتوا، يريد أن يكون البطل. ركلة ترجيح لو سجلها سيفوز الفريق. الكرة في المرمى، الكرة في المرمى، كرة الفوز، كرة الانتصار. أنهى المباراة بركلته الأخيرة.